في هاد الايامات البارده ما تسلكنا غير كسره محشيه بزاف بنينه بطريقه جات سهله وعجينه تخليها تجيكم كاطو ماشي كسره. اولا حضروا العجينه اللي فيها كيله نتاع سميد وزوج كيلات نتاع فرينه. بالنسبه للسميد انا هنا خدمت بسميد رطب، وهنايا خديت كيس نتاع خميره فوريه، خميره الخبز، وزن 10 غرام ما يعادل ملعقه كبيره ممسوحه. نزيد معاها ملعقه كبيره ممسوحه نتاع سكر، وملعقه صغيره تاع قهوه معمره مليح نتاع ملح، وتقريبا فنجان نتاع زيت الزيتون. خلطت المكونات مليح مع بعضهم ولميت العجينه بكيله نتاع ما دافي. العجينه تكون ماهيش يابسه بزاف وماهيش طريه بزاف، وهنايا نعجنها بمغرف الزبده، وهذا هو السر اللي يخليها تجيكم منبسه تقول كاطو. هنايا خليتها تخمر، غطيتها خليتها تخمر، ورحت نحضر الحشو اللي راح نديرو بالمرقاز. في مقله حطيت الحبات نتاع المرقاز وخليتهم حتى طابو. تخلصت من الزيت نتاعو، خليت شويه برك نتاع زيت باش نقلي فيه زوج حبات يكونوا متوسطين في الحجم نتاعهم نتاع بصل، تحبوا ترابيوهم ولا ترحيوهم رحيه اللي ما تكونش ناعمه بزاف. بعد ما يدبل البصل هنا ضفت حبه كبيره نتاع طماطم مرحيه مليح، مع نص مغرف كبيره نتاع طماطم مصبره والتوابل. انا هنا كالعاده خدمت بتوابل عنتر اللي هي فلفل احمر حلو، فلفل حار، فلفل اسود، وراس الحانوت. وفي الاخير نضيف الملح ما نكترش بزاف باسكو فيما بعد راح نحط الاجبان، والمرقاز اصلا يجي مالح. هنايا باش نساعد البصل باه يزيد يتقلى مليح ضفت حوالي نص فنجان نتاع ماء ساخن. نقصت النار، غطيت على البصل وخليته يكمل يطيب. هنايا كي تشوفوا باللي نشف من الماء وبدا يخرج في الزيت نتاعو هذاك، نكون هذوك الحبات نتاع مرقاز قطعتهم رقاق خلاف، ولا تحبوا تجبدوا الحشو تاع المرقاز الداخل وتخلطوه مع لاصوص نتاعكم بهذه الطريقه. طفيوا عليها وتخلوها حتى تبرد. هنايا رحت نشوف العجينه نتاعي، لقيته باللي راهو خمر كما يجب كما راكم تلاحظوا. قسمت العجينه على 4 بهذه الطريقه، كورتهم بهذا الشكل وطرحتهم رقاق خلاص. تطرحوا العجينه تكون رقيقه خلاص في السمك نتاعها، باسكو كي طيب راح تزيد تطلع لكم شويه وهكا تجيكم سوا. حطيت الحشو بهذا الشكل، زدت حطيت جبن قرير مبشور وشويه من جبن طري، زدت طرحت كريه خلاف وحطيتها من الفوق، غطيت بها على الحشو بهذه الطريقه. والاطراف نتاع الخبزه اللي تحصلت عليها غلقتهم بالفرشيطه بهذا الشكل. هنايا سخنت الطاجين كما راكم تشوفوا تستعملوا كي تحبوا طاجين تاع محجوبه، سخنته مليح، من بعد نقصت النار شويه فقط الى المتوسطه، وحطيت العجينه او حطيت الخبزه تاعي بالاستعانه بورق الطبخ. بقيت نضغط عليها بيدي وندور فيها حتى تحمرت مليح من التحت. قلبتها باه تزيد تاخذ تحميره على الوجه الثاني ونحيتها، ورحت كملت هذيك الخبزه الثانيه. طبعا هذه الكميه نتاع يعني السميد اللي استعملتها والفارينه خرجت لي زوج خبزات اللي يكون الحجم نتاعهم متوسط ويكفيو حتى لثلاث اشخاص، باسكو يعني هذه الاكله بسم الله ما شاء الله تشبع. هنايا ها هما من بعد ما طيبتهم وها هي النتيجه، تجي حاره وبزاف بنينه وتجي مبسه كما قلت لكم وكانه غاطو ماشي كسره محشيه. جربوها وخلوا لي ارائكم في التعليقات. وهذا هو الفيديو نتاعنا نتاع اليوم، نلتقي في فيديو لاحق، مع السلامه.